أبدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني ثقته في العودة إلى الملاعب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل. وقال نوير في تصريحات لصحيفة بيلد سونتاج الألمانية: أنا متأكد من عودتي قبل كأس العالم. وأضاف: بالتأكيد حراس آخرون قدموا أداء جيدا، ولكن أثق أنني سأكون الحارس الأساسي في مونديال روسيا. ولم يعط نوير موعد محدد لعودته، حيث واصل: إذا حصلت على الضوء الأخضر من الأطباء فسوف أبدأ من جديد، فاستقبال إصابة جديدة في العظام لن يكون سهلا بالنسبة لي، وأتم صاحب 31 عاما. يجب أن أخذ وقتي حتى يصبح كل شيء بخير بنسبة 100%، ثم سأعود بعدها إلى حراسة المرمى ومساعدة الفريق. وأصيب نوير بكسر في مشط القدم في أبريل الماضي قبل أن تتجدد الإصابة مطلع الموسم الجاري في سبتمبر. وعوض أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني مكان نوير في منتخب ألمانيا طوال فترة إصابته.